الامريكي دانيال شروتر معايير الشراكه هؤلاء الذين كانوا يتكلمون. عبد العزيز كوكاس كاتب وصحفي. اعتبر ان ندوة اليوم حول التعايش المشترك من خلال ذاكرة ومخيال مراكش لها فرادتها الاستثنائية في هذا الزمان، لنتكلم عن العلاقة بين الإنسان والفضاء، بين ماضي هذا الفضاء وبين حاضره وبين المستقبل الذي يجب أن يكون عليه. وخاصية مراكش التي عرفت أكبر ملاح مثلا بعد فاس منذ عهد السعديين، ظلت تحمل بين عمرانها وبين ذاكرتها وصفا لهذا التعايش بين المسيحيين والمسلمين واليهود، وأيضا ظلت ذاكرتها تنتج هذه القيم التي تغذي التسامح، تغذي الاعتراف بالآخر، الإقرار بمساهمته. ولا يعني يعتبر أن دستور 2011 إقرارا بحقيقة واقعة، وهي أن المغرب متعدد الروافد، منها الرافد الأمازيغي، العبري، الصحراوي إلى غير ذلك، وهذه والإسلامي وغيره، وهذه الروافد تتعايش في ذاكرة أو في فضاءات للذاكرة الجمعية، وتؤسس سيرورة لها فرادة وتميز تعطيه للمغرب كأرض ظل دائما رمزا للتعايش، رمزا للتسامح، رمزا للاختلاف، رمزا للتنوع. محمد شادلي عن مؤسسة الأطلس الكبير في برنامج ذاكرة. هو واحد اللقاء اللي اليوم كان تخلت له بعد واحد الوقفة تاريخية على المغرب وعلى مدينة مراكش بالأساس، لأنها مدينة من المدن العتيقة في المغرب واللي عرفت واحد العيش المشترك منذ الزمن. واليوم كان واحد الوقفة اللي عرفنا فيها مجموعة من المعلومات، محطات تاريخية بحال درب الناقوس، برج اليهودية، يعني بعض الأماكن اللي كانت واحد اللي عرفات واحد العيش مشترك، تعددية ثقافية اللي عطاتنا بحكم هذا المغرب حاليا اللي كنعيشوه هي واحد رافد من الروافد ديال الثقافة المغربية. دونك حنا هذه الوقفة هذه كنحاولوا ما يمكن يعني نوصلوا واحد الرسالة للعالم والناشئة على أن المغرب ليس فقط ثقافة معينة، ولكن هي روافد ثقافية وواحد المزيج ديال الثقافات اللي عطنا بطبيعة الحال هذا البلد ديال السلم والتعايش. قد فوجئت بهذا الحضور لأن كان شوية الوقت غير كافي. الموضوع كان موضوع يعني واسع جدا، هو حول يعني الحياة التشاركية والحياة المشتركة بين الفئات الدينية اللي كانت كتواجد في المغرب، اليهودية والمسلمين خاصة. ولو أننا احنا يعني الفئة المسيحية كتكون شوية مستبعدة، ربما العنصر عدم الحضور ديالها في التراث بزاف المغربي، في حين أن في الشمال حاضر بزاف، غير هو في الجنوب راه شوية الحضور ديالها ناقص. وبالعكس تماما أن الفئة اليهودية الحضارة ديالها والتراث ديالها حاضر بزاف، وبالتالي كنهضروا دائما على التاريخ ديال كيفاش الحياة المشتركة والحياة والتعايش السلمي اللي واقع ما بين هاد الفئتين. وحنايا حقيقة الهدف من هذه الندوة ليس سرد التاريخ والحكوات وكذا، ولكن الهدف ديالنا أننا كيفاش نشوفوا البدائل لهذا الواقع اللي كنشوفوا على أرض فلسطين وعلى أرض يعني الاستيطان إلى آخره. فإحنا كنحاولوا ما أمكننا أننا نكون مؤهلين لاقتراح حلول. يعني المجتمع المدني المغربي خاصة يعني تكون عنده حلول بديلة لما يقع تماك حتى نحدوا من هذه الحروب وهكذا إلى آخره. وبالتالي إحنا بغينا دائما تكون حضارتنا كتوسم بالتعايش وبالسلم وبالأخوة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.